السلام عليكم حبايبي الغاليين، طلاب تانية سنة وأزهر في كل مكان. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أفضل حال. أهلا بك يا صديقي في المحاضرة الأولى من المحاضرات الخاصة بشرح منهج الأحياء، وده بعد ما انتهينا من الكورس التأسيسي اللي عرفنا فيه يعني ايه أحياء وإيه هي أساسيات الأحياء. علشان كده إن شاء الله لما نشتغل مع بعض هتلاقي نفسك واقف على أرض ثابتة ومتمكن بإذن الله. وما تنساش يا صديقي ان احنا عاملين لك اقوى كورس لمادة الاحياء، شرح وحل ومراجعة ومتابعة ومذكرات وغيره، 250 جنيه. فلازم تشترك معانا وكمان تبلغ زمايلك يشتركوا معانا، الفرصة لن تكرر. كالعادة بقى سمي الله وصلي على النبي وكوباية الشاي الجميلة، ويلا بينا نبدأ مع أول محاضرة من محاضرات المنهج. فكالعادة زي ما قلت لك سمي الله صلي على النبي، كوباية الشاي الجميلة، ويلا بينا. منهجنا يا صديقي بيتكلم عن 3 عمليات حيوية أو 3 فصول بيتكلموا عن 3 عمليات حيوية جسم وجسمك بيعملهم. الفصل الأول بعنوان التغذية والهضم، الفصل الثاني بعنوان النقل، والفصل الثالث بعنوان التنفس. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول فصل فيهم اللي هو بعنوان التغذية والهضم، ومعانا أول درس في حصتنا النهاردة بعنوان التغذية الذاتية. ولكن قبل ما أشرح الدرس الأول يلا بينا ناخد مقدمة الفصل ونعرف مع بعض يعني إيه أصلا تغذية. إن شاء الله صديقي لما تكبر وتدخل كلية طب أو غيره من الكليات الطبية بندرسه مادة اسمها مادة التغذية. فالتغذية ده علم، الغرض منه ايه؟ اول معلومة هو انا عايز اعرفها، ما المقصود اصلا بعلم التغذية؟ يعني انا عندي علم اسمه علم التغذية، العلم ده بقى ايه هو؟ علم التغذية هو العلم الذي يهتم بالدراسة العلمية للغذاء والطرق التي تتغذى بها الكائنات الحية. يعني ايه بقى الكلام ده هو؟ تعالوا ناخد التعريف واحدة واحدة كده. هو علم يهتم بالدراسة العلمية للغذاء، يعني العلم ده بياخد الغذاء ويدرسه دراسة علمية من حيث نوعه. هل الغذاء ده كربوهيدرات ولا بروتينات ولا دهون ليبيدات؟ وايه دور كل نوع من انواع الغذاء زي الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات في الحصول على الطاقة؟ والطرق التي تتغذى بها الكائنات الحية. يعني الكائن الحي اللي عندي ده هو بيصنع غذاءه بنفسه، فبنقوله عليه كائن حي ذات التغذية. او راجل باشا بياخد غذاءه في صورة جاهزة فبنقوله عليه غير ذات التغذية. يبقى ما المقصود الاول مبدئيا كده بعلم التغذية؟ علم التغذية هو علم يهتم بالدراسة العلمية للغذاء، قلت لك من حيث نوعه ومن حيث دوره في الحصول على الطاقة، وكمان الطريقة التي يتغذى بها الكائن الحي. هل بيصنع غذاءه بنفسه فأقول عليه ذات التغذية، ولا بيعتمد على غيره في الحصول على الغذاء فنقوله عليه غير ذاتي؟ يبقى الأول عرفنا ما المقصود بالتغذية. رقم 2 عايزين نعرف أهمية الغذاء. يعني أنا وإنت والكلب والقطة والحمار وباقي الحيوانات والنباتات وغيره من الكائنات الحية بناكل ليه؟ بنتغذى ليه؟ إيه أهمية الغذاء؟ أدل الله يا دكتور أنا دايما كده بسمع في البيت أهل بيقولوا لي خد بالك أنت في ثانوية لازم تاكل كويس علشان تقدر تنزل دروسك وتقدر تروح دروسك وتيجي تذاكر وتيجي تعمل كذا وكذا وكذا. فالغذاء يعتبر أول أهمية ليه أنه مصدر للطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية، علشان جسمك يعمل عمليات حيوية وكمان يمارس الأنشطة اليومية زي إنك تروح الدرس أو تيجي من الدرس لازم له طاقة. الطاقة دي بيحصل عليها منين؟ بيحصل عليها من الغذاء. فأول أهمية للغذاء أنه مصدر الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية. رقم 2 مصدر المادة الخام اللازمة للنمو أو تعويض الأنسجة التالفة. تعال نفهم دي. زمان وانت صغير لما ما كنتش بتاكل اللحمة كان يجي أبوك ولا أمك يقول لك يا حبيبي انت لازم تاكل علشان تكبر. أيوة هي دي، كل عشان تكبر. في هرمون بيتحكم في نمو جسمنا هناخده في ثالثة ثانوي اسمه هرمون الجي اتش. الهرمون ده بيعمل ايه؟
الهرمون ده يا دكتور وظيفته ان هو بيصنع البروتين جوه جسمنا اللي بيدخل في بناء انسجتنا المختلفه. طب البروتين ده جه منين؟ البروتين ده جه من الغذاء بتاعك، سيادتك اكلت لحوم او اكلت اي مصدر للبروتين، ابتدى يتهضم ويتحول للاحماض الامينيه، فاكر المونيمرات بتاعته. يقوم الهرمون اللي اسمه هرمون الجي اتش او هرمون النمو يمسك الاحماض الامينيه دي ويبني بيها بروتين تاني يدخل في بناء الانسجه، يدخل في بناء مثلا العضلات، يدخل في بناء خلايا الجلد والى اخره. فبنقول انه مصدر الماده الخام اللازمه للنمو. افتكر مثال كل عشان تكبر، وتعويض الانسجه التالفه. لا قدر الله اتجرحت ورحت المستشفى اخدت لك غرزتين على السريع، هتلاقيني انا اللي هناك في الاستقبال هخيطك، ما تقلقش. فدايما انصح واقول خد بالكم ده لازم يتغذى كويس، اسمع كده، علشان الجرح يلم. لفظ عشان الجرح يلم هو المقصود به تعويض الانسجه التالفه، وده كان يلزمه غذاء علشان جسمك يستخدمه في بناء الانسجه اللي تلفت، في تعويض الانسجه اللي حصل فيها تلف. يبقى الغذاء مصدر الطاقه اللازمه للقيام بالعمليات الحيويه، ومصدر المادة الخام اللازمة للنمو وتعويض الأنسجة التالفة. يبقى احنا لحد دلوقتي عرفنا يعني ايه علم تغذية، وعرفنا ايه هي أهمية الغذاء. تعال بقى نتكلم عن أنواع التغذية. التغذية عندي يا صديقي تقسم إلى نوعين. تغذية بنقولوا عليها تغذية ذاتية وهنعرف يعني، وتغذية بنقولوا عليها تغذية غير ذاتية. دايما في البيت تسمع يقول لك ده احنا ولا عندنا في مطبخنا بوتاجاز اشعال ذاتي. يعني ايه اشعال ذاتي؟ يعني ولعته منه فيه. يعني ايه برضه؟ يعني مش عايز ولع اهو ولع لوحده. فلما اقول كائن حي ذاتي التغذيه يعني بيصنع غذاءه بذاته بنفسه، فده لا يعتمد على غيره في الحصول على الغذاء. انا ما بعتمدش على حد اعمل حاج، انا غذائي هصنعه بنفسي. ولكن غير ذات التغذية ده معناه اسمع كده يعتمد على غيره في الحصول على الغذاء. وده بنقسمه اللي هو الغير ذاتي لثلاث حاجات: غير ذاتي عضوي، وغير ذاتي رمي، وغير ذاتي طفيلي. يعني الغير ذاتي ده في منه ثلاث انواع: غير ذاتي عضوي، وغير ذاتي رمي مترمم يعني، وغير ذاتي طفيلي متطفل. الغير ذاتي العضوي ده يقسم لثلاث انواع: آكل عشب زي حيوانات الرعي من أبقار وأغنام وجاموس وحمير أعزنا الله، أو آكل لحوم زي الأسود والفهود والنمور والقطط والكلاب وباقي الحيوانات المفترسة. ومتنوع الغذاء، يعني بيجمع في غذائه ما بين أكل العشب وأكل اللحوم زي أنا وزيك أنت الإنسان يعني. يبقى العضو ده في منه ثلاث أنواع: أكل عشب، أكل لحوم، متنوع الغذاء. طيب المقصود بقى بالطفيلي والرمي. تعال ناخد الأول الطفيلي. إيه تعريف التطفل؟ اسمع بقى تعريف التطفل من العبد لله، مش هتفهمه غير من هنا. هو علاقة بين كائنين يعتمد أحدهما على الآخر في الحصول على الغذاء. يعني دي علاقة ما بين كائنين واحد فيهم بيعتمد على التاني في ان هو يحصل على الغذاء. حلو. اللي بيعتمد على التاني في الحصول على الغذاء بنسميه الطفيل، والآخر بنسميه العاقل. اديني مثال: دودة الإسكارس جوه جسمك أو دودة البلهارسيا عايشة جوه جسمك، أكل ومرعى وجلة صنعة. ده مش بس كده، ده كمان بتلحق بيك أضرار مختلفة. بنسمي الدودة دي اللي جوه جسمك زي الإسكارس أو البلهارسيا بالطفيل، وبنسميك أنت العاقل. ده من لفظ يعول، يعني أنت بتعولها، بتوكلها وبتشربها وبتوفر لها مكان تبات فيه تنام فيه. وزي بعض النباتات المتطفلة زي نبات الحامول اللي بيتطفل. الحامول
اللي بيتطفل على البرسيم، او نبات الهالوك اللي بيتطفل على الفول. طب ايه الرمية بقى؟ ايه علاقة الترمم؟ ما المقصود بالترمم؟ الترمم هو قدرة بعض الكائنات الحية على تحليل البقايا العضوية للكائنات الميتة. يعني في كائن مات بيبتدي ينمو في المكان اللي مات فيه الكائن ده كائنات تانية بتعيش على انها بتاخد بقايا الكائن اللي مات ده وتحللها وتاخد الغذاء منها. زي فطر عيش الغراب بتلاقيه دايما بينمو في الاماكن اللي كان فيها شجر واتقطع. زي مثلا البكتيريا الرمية اللي تلاقيها موجودة في الرميمة، الجثة يعني، زي ايا كان بقى، مش لازم جثة انسان. يبقى غير ذات التغذية يعني يعتمد على غيره في الحصول على الغذاء، ويقسم لعضوي، والعضوي يقسم لأكل عشب وأكل لحوم متنوع غذاء. ورمي عرفنا يعني ايه حي على ميت، وطفيلي كائن حي بيتغذى على آخر حي. هي علاقة بين كائنين يعتمد أحدهما على الآخر في الحصول على الغذاء، وفهمنا الكلام ده يعني. ده بكده كان بالنسبة لمقدمة التغذية والهضم. أول درس عندي بيتكلم عن التغذية الذاتية. يبقى احنا هنبدأ في أول درس بيتكلم عن التغذية الذاتية. ما المقصود بالتغذية الذاتية؟ أنا قلت لك ذاتي التغذية يعني قادر على صنع غذائه بنفسه. فالتغذية الذاتية مفهومها هي قدرة الكائن الحي على تصنيع غذائه بنفسه، إنه يصنع غذائه بنفسه. طب مين بيقدر يعمل القصة دي؟ يعني مين من الكائنات عنده القدرة على إنه يعمل القصة دي؟ النباتات الخضراء وبعض البكتيريا، زي بكتيريا هناخدها اسمها بكتيريا هناخدها قدام لسه، اسمها بكتيريا الكبريت الخضراء او الارجواني. يبقى تاني، ايه مفهوم ذات التغذية؟ ذات التغذية يا عم الحاج ان الكائن ده بيصنع غذائه بنفسه، زي النبات الاخضر وزي بعض انواع من البكتيريا. طب السؤال هو بيصنع غذائه بنفسه ازاي؟ ده مهم بقى، سؤال مهم. يعني الكائن ده ازاي بيصنع غذائه بنفسه؟ بيصنع غذائه بنفسه عن طريق ان هو بيجيب مواد أولية بسيطة غير عضوية منخفضة الطاقة، زي المية وزي ثاني أكسيد الكربون وزي الأملاح، وعن طريق عملية البناء الضوئي في وجود الضوء طبعا، يقوم نحول المواد ده إلى مواد معقدة عضوية عالية في الطاقة، زي الكربوهيدرات وزي الدهون والبروتينات. يبقى الكائن ده بيعمل تغذية ذاتية ازاي يا دكتور؟ بيجيب مواد أولية بسيطة منخفضة في الطاقة زي المية وزي الملح وزي ثاني أكسيد الكربون، وعن طريق عملية البناء الضوئي بيحولهم لمواد معقدة عالية في الطاقة زي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. تعال نشوف الكلام ده مع بعض واحدة واحدة. أهو تقوم بقى الكائنات ذاتية التغذية والتي تصنع غذاء بنفسها عن طريق تفاعلات كيميائية تتم داخل خلاياها لبناء المركبات الغذائية العضوية معقدة التركيب. بص على المعادلة دي ملخص القصة. هي جابت مواد أولية منخفضة الطاقة زي المية وثاني أكسيد الكربون، وعن طريق عملية البناء الضوئي في وجود ضوء الشمس حولتهم لمواد معقدة زي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. يبقى ده ملخصها، يعني إنها بتجيب مواد أولية بسيطة منخفضة في الطاقة، وعن طريق عملية البناء الضوئي بتحولها لمواد عضوية معقدة عالية في الطاقة. كلام جميل جدا. يبقى أنا لو أنا عايز أقول التغذية الذاتية بتتم على كم مرحلة، يعني مثلا أنا لو عايز أقول هو النبات بيعمل تغذية ذاتية إزاي، تعال نرجع كده علشان إيه، عايزين نرسم رسمة صغنونة كده. النبات بيعمل تغذية ذاتية إزاي يا دكتور؟ هتقول لي سهلة والله. النبات عشان يعمل تغذية ذاتية راح الأول امتص المية والأملاح من التربة، وأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو، وبمساعدة الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس عمل بناء ضوئي فكون سكر الجلوكوز.
يبقى انت لو خدت بالك، النبات عشان يعمل تغذية ذاتية الأول عمل عملية اللي هي امتصاص الماء والأملاح من التربة، وبعدين عمل عملية البناء الضوئي اللي بيبقى المراكز الأساسية بتاعتها الأوراق الخضراء، وهنعرف الكلام ده بعدين. يبقى أنا لو عايز أقول خطوات التغذية الذاتية، إيه هي الخطوات بتاعة التغذية الذاتية؟ سهلة. خطوات التغذية الذاتية بتمر على مرحلتين. المرحلة الأولى دي المرحلة اللي الكائن ذات التغذية بيمتص فيها المية والأملاح، والمرحلة الثانية اللي بيعمل فيها بناء ضوئي علشان يكون المواد المعقدة، أو عشان يحول المواد البسيطة المنخفضة في الطاقة للمواد المعقدة العالية في الطاقة. فعشان كده خطوات التغذية الذاتية امتصاص الماء والأملاح والبناء الضوئي. أنا بعمل إيه بقى؟ أنا هاخد امتصاص الماء والأملاح ده ندرسه، وبعدين ندرس البناء الضوئي. تعال الأول ندرس امتصاص الماء والأملاح. السؤال الأول: كيف يمتص النبات الماء والأملاح؟ يعني إزاي النبات بيمتص المية والملح؟ والله كلام سهل جدا. إزاي النبات بيمتص المية والملح؟ هتقول لي يا دكتور بيمتصهم عن طريق الجذر. هقول لك كلام مظبوط، ولكن لو انت خدت بالك، لو جيت في يوم من الايام قلعت جذر النبات من التربه، بتلاقي ان الجذر طالع منه حاجات رفيعه صغننه كده بالشكل ده اهو. دي بنسموها الشعيره الجذريه. الشعيره الجذريه دي بتبقى موجوده فين؟ اللي بتبقى موجوده في المجموع الجذري للنبات. ما هو النبات بيقسم لجزئين، الجزء اللي اسفل سطح التربه ده بنسموه المجموع الجذري، والجزء الاخضر اللي فوق ده بنسموه المجموع الخضري. ما هي كانت طالعه منين الشعيره الجذريه؟ كانت طالعه من الجذر النبات. يبقى طالعه من المجموع الخضر ولا الجذري؟ لا الجذر يا دكتور. زي ما هناخد ان النبات بيحتوي على انسجه مركبه اسمها الخشب واللحاء، اللي بينقل الميه والاملاح من الجذر للساق ومن الساق للاوراق حاجه اسمها نسيج الخشب. اكتب لي عليه سي ليتر، هناخده في النقل في الفصل التالي. يبقى اللي بيمتص الميه والاملاح من التربه ده الشعيره مين؟ الجذريه. عايزين بقى ندرس الشعيره الجذريه واحده واحده، وخد بالك ده سؤال مهم جدا بيجي لك في الامتحان. وضح بالرسم مع كتابه البيانات تركيب الشعيره الجذريه. الشعيره الجذريه عباره عن ايه؟ لا بقى الكلام هنا عايز له سبوره بيضه. كلام هنا ما عادش ينفع الا على سبوره بيضه يعني. اسمح لي بقى كده سبوره بيضه ونشرب. اللي انا هرسمه ده عباره عن طبقه البشره في الجذر. يعني دي طبقه البشره في الجذر اللي انا برسمه ده. ثم عند بعد البشره القشره. بالشكل ده. يبقى الصف ده اهو ده بشر، وده كده اسمه قشر. حلو. البشره بتبقى عباره عن صف واحد من خلايا نوعها بارنشيميه. هنعرف يعني ايه خلايا بارنشيميه بس صبره. الشعيره الجذريه بتبقى عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف دي الشعيره الجذريه اهي، بتبقى عباره عن امتداد لكام خليه؟ والله يا دكتور لخليه واحده من خلايا طبقه مين؟ البشر. بس احيانا طبقه البشره دي بيسموها اسم تاني، بيقولوا عليها الطبقه الوبريه، فما تستغربش. يبقى تعريفها هي امتداد اهو لخليه واحده من خلايا طبقه البشر. حلو. عايز ادرس التركيب بتاعها. لما جيت ابص عليها لقيت فيها نواه اهي، وفجوه
عصارية كبيرة. وكلمة كبيرة دي مهمة. ليه كبيرة؟ لأن قدام هنعرف الطريقة اللي المية بتنتقل بيها من التربة للنبات حاجة اسمها الإسموزية. والمية بتمشي بالإسموزية من وسط منخفض في تركيز الذائبات لوسط عالي. فلازم التركيز جوه النبات يكون أكبر من التربة، عشان كده لازم الفجوة العصارية تكون كبيرة عشان تخزن ذائبات أكبر فيبقى تركيزها أكبر. ومبطن من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم بالشكل ده. يبقى تركيبها هنقول ايه في تركيبها؟ هنقول في تركيبها رقم 1 احنا عرفنا ان هي امتداد لخلايا واحدة من خلايا طبقة البشر الطبقة الوبرية، تبطن من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم. رقم 2 بها نواة. رقم 3 فجوة عصارية كبيرة، وقلنا ليه كبيرة. حلو. عايز اعرف عنها بعد كده العمر بتاعها والطول بتاعها. قال لي طولها يا دكتور والله صغير جدا، حوالي 4 ملم ده طولها. وعمرها قصير لا يتجاوز أيام أو أسابيع. طب عمرها قصير لا يتجاوز الأيام والأسابيع ليه؟ قال لي يا دكتور هي طالعة منين؟ قلت له طالعة من خلايا البشرة. قال لي برافو عليك. خلايا البشرة دي تهلك باستمرار وتتلف باستمرار. يبقى عمرها قصير لا يتجاوز الأيام والأسابيع لأن خلايا البشرة اللي هي طالعة منها بيحصل لها تلف باستمرار. هتقول لي يا دكتور طب اللي بتتلف ما بيجيش واحدة مكانها ولا بيجي واحدة مكانها؟ لا، اللي بتتلف بيتم تعويضها من منطقة اسمها منطقة الاستطالة في الجذر. تعال نشوف الكلام ده اهو مع بعض. بسم الله. يبقى تمثل امتداد لخلية واحدة طولها 4 مللي مبطنة، وقلنا الكلام ده. عمرها لا يتجاوز أيام وأسابيع لأن خلايا الطبقة الوبرية تتمزق من حين لآخر، ولكنها تعوض من منطقة اسمها منطقة الاستطالة في الجذر. فين منطقة الاستطالة في الجذر دي؟ أنا منطقة الاستطالة في الجذر أهي. أهي. أدا خلايا البشرة أهي، وده جذر النبات، واللي أنا ماشي عليه ده من بره دي خلايا البشرة، واللي طالع منه ده دي الشعيرات مينها الجذرية، امتداد لخلية واحدة، كل شعيرة طالعة من خلية واحدة. اللي جوه دي اسمها خلايا أو منطقة الاستطالة في الجذر. لما الخلايا بتاعة البشرة دي بتتمزق وتتلف والشعيرة الجذرية بتروح، بيبتدي الخلايا دي يحصل لها نمو. يعني ايه نمو؟ انقسام اسمه انقسام ميتوزي، وتديني خلايا جديدة مكان اللي تلفت. يبقى مين بيمتص الماء والأملاح؟ الشعيرة الجذرية. عرفنا عمرها وطولها وتركيبها وكل حاجة. عايزين بقى، ده مهم جدا في الامتحان. في الامتحان اذكر الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية. وهنا أنا عايزك تفرق كويس جدا ما بين الوظيفة والملائمة الوظيفية. لما أقول لك الوظيفة يعني هي بتعمل إيه؟ بتمتص الماء والأملاح. طب لما أقول الملائمة الوظيفية، الملائمة الوظيفية يعني التراكيب اللي موجودة في الحاجة علشان تلائم الوظيفة بتاعتها. تاني، هي وظيفتها امتصاص الماء والأملاح. ربنا سبحانه وتعالى بيميزها بقى بشوية حاجات عشان يخليها قادرة ويزود قدرتها على امتصاص الماء والأملاح. إيه هم؟ أول حاجة لما جيت أبص عليها بلاقي إن عددها كبير وتمتد خارج الجذر. أعلل ليه؟ يعني علل تتميز الشعيرة الجذرية بأنها كثيرة العدد وتمتد خارج الجذر. قال لأن كل عددها ما يكون كبير كل ما مساحة سطح الامتصاص بتاعة المية والأملاح تكون أكبر فتمتص أكتر. يبقى كثيرة العدد وتمتد خارج الجذر. علل عشان تزود مساحة السطح. لما اجي ابص على الجدار بتاعها بلاقي ان الجدار بتاعها لو جينا رجعنا كده بلاقي ان الجدار بتاعها ده هو بيتميز بانه رقيق. جذورها رقيقة. علل ليه الجدار رقيق؟ الجدار رقيق علشان يسمح بنفاذ المية والأملاح. المية والأملاح يعدي منه بسرعة.
كمان لما جيت ابص عليها لقيتها تفرز ماده لزجه. الماده اللزجه دي بتخلي الشعيره الجذريه تعمل كده في التربه، تتغلغل بين حبيبات التربه. فلما تتغلغل بين حبيبات التربه وتنزل بين حبيبات التربه، ده يعمل على تثبيت النبات، تثبت النبات في الارض. يبقى تعالى نرجع تاني اهو بسم الله. كثيرة العدد تمتد خارج الجذر لتزيد مساحة سطح امتصاص الماء والأملاح. جذورها رقيقة لتسمح بنفاذ الماء والأملاح. تفرز مادة لزجة لتساعدها على التغلغل والانزلاق بين حبيبات التربة، مما يساعد على تثبيت النبات. تركيز المحلول داخل فجوتها العصارية أكبر من التربة. مش أنا قلت لك من شوية إنها عندها فجوة عصارية كبيرة؟ أيوه يا دكتور، لأن أنت قلت لي المية بتمشي من وسط منخفض في تركيز الزائلات لوسط مرتفع. فلازم التركيز جوه الفجوه العصاريه بتاعه الشعيره الجذريه يكون اكبر من التربه. طب لو كان العكس، النبات هيفقد الميه. يعني ايه هيفقد الميه؟ يعني الميه تمشي من النبات للتربه، والنبات يحصل له ذبول وتلاقيه تتذلل الاوراق بتاعته. فعشان كده يقول لك علل. تعمل الشعيره الجذريه كجهاز اسموزي، لان تركيز محلول فجوتها العصاريه اكبر من تركيز مين؟ التربه، مما يساعد على انتقال الماء من التربة إليها بالإسموزية. فعشان كده تعتبر جهاز. إيه الإسموزية؟ هناخدها الحصة اللي جاية. هناخد الإسموزية الحصة اللي جاية. ده اللي إحنا عايزين نعرفه النهاردة. مقدمة التغذية، الفرق ما بين التغذية الذاتية والغير ذاتية، ومين بيعمل الذاتية، وأول حاجة امتصاص الماء والأملاح. عرفنا المقدمة بتاعته، مين المسؤول عنه؟ الشعيرة الجذرية، وعرفنا كل حاجة عن الشعيرة الجذرية. ده موضوع حصتنا النهاردة. وبكده يا صديقي وصلنا لنهاية حصتنا، والحصة اللي جاية إن شاء الله هناخد مع بعض آلية امتصاص الماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.